السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي متتبعين قناتي المحترف. اليوم ندرس بعنوان كيفية اختراق حسابات قديمة من الهوت ميل. أولا نبدأ، نحتاج إلى 3 مواقع. أولا موقع الفيسبوك، ثانيا موقع الويندوز لايف أي الهوت ميل. الموقع الثالث تكتب في محرك البحث جوجل، انظر ماذا أكتب: أسماء تكتب أسماء شباب إسرائيلية، راح يطلع لك مجموعة من المواقع تشوف فيها موقع تستخدم. هذا النيمات بالعربي كلها تستخدمها، بعدني نيم إسرائيل، نيم أسماء إسرائيلية. هذا الموقع هو هذا الموقع اللي راح تستخدمه. هذا الموقع احنا ليش نحتاجه؟ إذا تدور بالأسماء العربية تكتب مثلا أكرم وهيك، يعني شي هنا يجوز يطلع لك هنا متاح وبس ما يطلع لك هنا على الفيس مربوط، مع متاح هنا بالهوت ميل بس ما مربوط بالفيس، يعني لما هنا تلقاه ما موجود. هسه نروح ناخذ اسم، ننزل لهنا. أول شي بدأ يطلع هنا أكو أشخاص لما يفتحوه ما يعرفوا له، تنزل للأخير. مثلا نختار يعني أي اسم من هنا، هسه مثلا رون. تاخذ كوبي، تروح لل الويندوز لايف، تلصقه ونوب تحط الشارحة. هاي شتوه الشارحة، ونوب تحط مواليد مثلا. اكتب المواليد يعني شوية الأصغر 1955 ونكمله at hotmail.com. ننقر على شي فارغ هنا، شوف يعني هاي غير متوفر. نمسح ونكتب حرف، نمسح ونكتب حرف، ننقر على الشاشة. لو نمسح نكتب حرف إلى أن يطلع لنا متوفر، يعني ثواني هسه بسرعة يطلع. العفو شباب. بس ننتظر شوية يفتح. نكتب رون شارحة، أو تقدر تستخدم هاي الشارحة، هذه نفس الشيء نستخدمها 1955. تنقري هنا، العفو لازم تكتبها بتنسيق مع الهوت ميل دوت كوم. تنقري هنا، هذا متوفر، شفتوه متوفر. تاخذ هيجي، تاخذ كوبي. هسه شو نعرفه أقصد نعرفه مربوط بالفيس. حط لصق نقطة بحث، ها شوف يعني غير متوفر. هسه انه بتجي ونظل نبحث عن حساب مربوط، متاح ومربوط. هسه هذا متوفر، شلون نعرفه مربوط؟ قصدي أقصد العفو مربوط. هسه هذا غير متوفر، غير متاح. ما تطول وياك القضية، أنا الساعة جربنا. هسه هذا متوفر ناخذه، يعني تأخذ أسماء إسرائيلية أجنبية أي أسماء، المهم يعني مو أسماء عربية. هسه هذا غير متوفر، ويعني أنا أنصحكم باستخدام الموقع. هذا هم غير متوفر. لأنه من غير 50 حط 60. نقرأ على الشاشة متوفر، ناخذ كوبي، نروح للفيسبوك، ناخذ لصق، نحط لصق، نعطي بحث ونعيد. شباب يعني إذا هيجي يمكن راح أطول الفيديو كل شي هواي، يعني بس أوقف الفيديو ألقى له متوفر وراح أرجع لكم يعني بسرعة فائقة. ثواني شباب، رجعنا لكم بعد ما لقينا هذا متوفر. هذا رون، هاي الشارحة غيرناها 1888. طبعا كل ما تصغر بالثمانينات 88 81 83 85 هيك تلقى به متاحات. هسه هذا لقيناه متاح، هذا رون 1888 hotmail.com.
هسه ايش راح تسوي؟ تروح ترجع للهوت ميل، تكتب اسمك الاول، انه بتكتب كلمة المرور. كلمة المرور يعني حساسة، خليها شوية قوية. يعني احرف على مثلا رقمك، وحط بي اف او ان او جي او كي. فهمتوني؟ خليني اعطيكم مثال، خاف ما فهمتوني. مثلا تكتب رقمك، نفرض هذا رقمك، وتنقر ار، عفوا ار. هسه هذا اذا تحط كلمة سر قبله، تمام. لحظة شباب، انت هنا عادي تقدر تحط اي دولة، ما تحط يعني عشوائي. ما تحدد ذكر او انثى. هنا رمز البلد لازم يعني يتحدى انت دولتك. تكتب رقم موبايلك، يعني هنا تقدر تسوي عسى 10,000 حساب على هذا الرقم الموبايل من الهوت ميل. يعني عادي مو شرط يعني تسوي بس واحد وبعدين يقول لك هذا شلون الفيس، يقول لك ما يصير، يقول لك مستخدم. لا عادي، انه هنا تجي تحط رمز الامان، تعطي نيو. طلع لك واحدة شوية اسهل، هنا صعبات ويقول لك غلط، ظل يعيد. نيو نيو، وظل تسوي علامات عليك بركة واحدة سهلة. لا، إيه هاي طلعت اسهل. اكتبها كي اكس دبليو. هنا مو الا كابيتال لتر، لازم تكتبها كابيتال لتر او سمول عادي. يعني اهم شي تكتب الاحرف. بي في نوت. تروح على انشاء، ننزل شوية، انشاء حساب. هاي الشي راح تطلع قبل المتابعة نرغب من تقبل من قيام شخص حقيقي بإنشاء هذا الحساب. إرسال الرمز، المن راح يرسل رمز لرقم الموبايل. أعطي إرسال. شوفوا، ثواني، سمعتوا؟ أكيد سمعتوا. نفتح الرسالة. الرمز متكون من 4 حروف، بس هالقائمة شلون أكتب رسالة؟ ما طالعة القائمة. شلون هذا؟ وين نكتبها جا؟ شباب ثواني، هاي مش صار بي موقع ضراب، مش بيه. وين نكتبها؟ اطلع هنا ربع. نكتبها هنا والله كريم. انتر. اعتذر شباب، راح اقطع الفيديو ارجع المعلومات. شباب رجعنا لكم بعد ما عدت المعلومات وسويت كل شي، وهسه انه راح ارسل الرمز. تابع شو راح يوصل الرمز. ثم وصل الموبايل، وصل. سمعتوها؟ انه شو نسوي؟ هاي المساعة القائمة اللي قلت لكم ما طلعت، مدري ليش. هسه انه بنكتب الرمز اللي وصل للموبايل. 7 4 0 3. تعطي انشاء حساب، متابعة. هسه هنا يعني صار كل شي سهل. تابعوا وياي انه بس راح اسوي. فتحت شركة المايكروسوفت، نروح للفيسبوك، نسيت كلمة المرور. هسه يعني هذا صار هذا الايميل صار ملكك. يعني ها هي انتهى، صار ملكك. تروح الفيسبوك، يعني تسجل الدخول الى هوت ميل اذا كنت لم تسجل دخولك مسبقا لاعادة تعيين كلمة السر سريعا. هذا شلون يعني؟ ها شنو هاي؟ يعني انت مو سجلت استوك الدخول، تعطيها متابعة، راح يعني يشوفك انت صدق هسه سجلت الدخول او لا. هسه تعطيه متابعة يعني يعرفني اذا سجلت الدخول قبل يعطيني اعادة تعيين كلمة المرور. تابعوا راح تطلع القائمة. لما تخلص هاي القائمة راح تشوف شلون حملت. شفتوا؟ شوف ايش طلع. كلمة سر جديدة،
وإنشاء كلمة سر جديدة. تأكيد كلمة السر، حط كلمة السر اللي تعجبك، ونرصد متابعة. يعني ترى اكو حسابات مرات تطلع يعني مثلا بيها اختبار، يعني هي هاي انت وحظك. انتظر شوية يفتح الايميل. شوف شباب، فتح الحساب وما بي اي شي. ها عندنا تسجيل خروجي من الأجهزة المتصلة. خلينا نغير اللغة، يعني لما تفتح يبقى إسباني معشين باللغة هاي. نختار اللغة العربية، ننتظر تحمل الصفحة من جديد. تسجيل خروجي من الأجهزة المتصلة، تعطي متابعة. هنا معلق طلب، خلينا نشوف الحساب هسه. نروح الحساب، خلينا نشوف والله الحساب 2000 شقد. عفوا شباب، دخلت على الصورة. الحساب مثل ما شاهدتوا 2010. واكو اشخاص يعني يقدرون يسوون هذا تاريخ يعني كذبي. هذا التاريخ لا عبركم، ما ينفع بأي شي. شلون احنا نتأكد من انه تاريخ مو كذبي؟ تروح لحظات من السنة، مناسبة شخصية. اذا تسوي تاريخ كذبي ما تطلع هاي، شفتوا؟ يعني هذا اللي يدل ان الحساب قديم حقيقة. هسه هذا طلب صداقة جاي من واحد اجنبي، رسائل ماكو، شعارات ماكو. هاي انتهى الحساب. هسه شباب انا ما اريد منكم بس اشتراك، يعني اشتراككم كلش يهمني، لحد الان قناتي بس اشتراكيا. ولا تنسوا الاشتراك ولايك اذا ما عجبكم الفيديو، ديسك لايك. اذا عجبكم لايك لا تنسوا. في امان الله.